إسرائيل وفلسطين، ودي حاجة الحقيقة يعني مؤثرة زي ما قلت، خلت السياحة كلها في نوع من الأرق والقلق. لكن الحقيقة إنه السنة دي هيتعمل السياحة والسلام، وهيتكلموا فيها عن السلام في العالم كله. ويمكن إحنا عندنا يعني قصة طريفة، ويمكن في الوقت ده اللي هو يوم 27 سبتمبر رمسيس الثاني مضى أو يعني وقع على أول اتفاقية سلام، كانت مع الحيثيين، مش الحوثيين، الحيثيين، وكانت بداية عهد سلام. وقد ايه المصري القديم كان مقتنع ان لا يمكن تحصل اي نوع من النهضه، من الصناعات، حتى من الانتماء، من الصحه، من التعليم، اي حاجه خالص لا يمكن تتحقق من غير وجود الامان، من غير وجود السلام. مهرجان العالمين من الحاجات المميزة جدا هنا في العالمين، واللي عمل أجواء رائعة وخلى الكل يشارك فيها. يعني احنا بنتكلم على فترات النهار، المسابقات اللي كانت بتتعمل على مستوى كبير، وبنتكلم كمان على بالليل والايفنتس اللي بتتعمل، الحفلات. كل يوم كان في حفلة بيحييها حد من الفنانين الكبار. الظريف بقى انك انت وانت قاعد على البحر تلاقي جنبك فنانين، وعلى شمالك مطربين ومغنيين، وتلاقي انه الاجواء الناس بتقف تتصور معاهم وبيقضوا معاهم وقت لطيف. وبالذات ان اخواتنا العرب بيحبوا قوي الدراما بتاعتنا، وبيحبوا الفنانين بتوعنا، وبيحبوا الاصوات اللي عندنا. فلما بيشوفوا الناس دي بيبقوا مبسوطين جدا جدا. ممكن يرجع يحكي لعيلته عن انه قابل الفنان الفلاني واخد معاه صور وقعد يتكلم معاه، ودي حاجه ظريفه. كمان الفنانين بتوعنا اللي عاجبني ان هم بيشاركوا في المهرجانات بشكل كبير، ممكن من خلال سيمينارز، من خلال مؤتمرات على مستوى ضيق بتتعمل، بيتكلموا على الافلام وعلى الدراما. واتعمل جزء كبير كده كمان للمسرح، اتعمل مسرحيات هنا في مهرجان العالمين كانت حققت نجاحات كبيره. اولاد صغيرين كانوا بيحضروها، الشباب كان بيحضرها، وكان ليها الحقيقه مردود كبير. وبالذات ان الفنانين دول برضو بيبقوا قاعدين فتره الصيف بيحضروا مع الناس وبيتواجدوا معاهم في المطاعم والاماكن المختلفه اللي موجوده في العالمين. فالحقيقه يعني انجازات حصلت كل سنه. السنه اللي فاتت كان في شكل، والسنه دي كان في شكل مختلف تماما للمهرجان. وكل مدى كل ما بيبقى في مشاركه اكتر، وابتدى كمان يسمع على مستوى بره. يعني كنت انا متخيله انه العالمين هي مكان لاخواتنا العرب اكتر، جايين من الخليج ومن المغرب العربي، لكن فوجئت الحقيقه انه لا، الاوتيلات كلها في العالمين لا قايمه على فكره السياحه الاجنبيه، السياحه الاوروبيه. في عدد من الامريكان بيجي، الروس بيجوا هنا، طبعا المان وغيره من الجنسيات التانية. يمكن مش الكميات اللي احنا نفسنا يبقوا موجوده، بس ابتدت العمليه، وابتدى
اسم العالمين كمان يسمع بره بشكل كبير سواء على المستوى العربي او المستوى الاجنبي. Yo, you sweet like phantom, phantom. If I tell you say I love you, no day for me younger, no younger, no tell me no, 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 no. Whoa, 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 oh, 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 oh. Baby, come give me a lo, 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 lo. You got me like whoa, 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 whoa. Shawty, come give me a lo, 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 lo. I see this fine girl from my party. She wear yellow. Every other girl that they do too much, but she's got mellow. I'm at a fine situation, I go use the girl, I'm mellow. Finally, I find way to talk to the girl, but she know I follow. Who you gonna phone for? Why you know I come for one? Then I start to feel a bum bum one. But you they give me small small one. I know, say she said me pass it down one. But she feeling insecure one. Cause her friends go they come and like jingle one. But they come and like jingle one. Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, put in my heart for lockdown, hold up down. Yo, you feel like phantom, phantom. If I tell you say I love you, no day for me young down, no tell me no, 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 no. Whoa, 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 whoa. الحلو بقى انه العالمين احنا زي ما قلت الدولة بتسعى بكل جهدها انها تكون شغالة طول السنة، وعشان كده قلنا لازم يتعمل حاجات كتير جدا عشان تفضل المدينة دي عامرة طول السنة بالسياحة وبأهلها وبكله. انه زي ما قلنا في 2 جامعة موجودين في العالمين ودول عاملين تطور كبير جدا. زي ما قلت هيبقى في كمان يعني منتجع صحي وسياحي وعلاجي وغيره. دي كلها من الافكار اللي مطروحة وهتبقى موجودة. بس الجميل بقى ان يوم السياحة العالمي الاحتفال فيه هنا في العالمين هيكون مختلف، وخاصة انه عادة شهر 9 بيبقى المدارس دخلت وغيره، لكن الحقيقة انه العالمين موجودة وزي ما انتم شايفين لا في اعداد تعتبر كبيرة. لسه كمان السياحة الاجنبية موجودة كويسة جدا جدا، فبيقضوا وقت لطيف. هنحتفل هنا بيوم السياحة العالمي وهيكون الشكل مختلف، لان هنا العالمين الاوتيلات كلها بتحتفل بطريقتها، كله بيقدم افضل ما عنده وبيخلي الصورة لائقة بالمكان، لائقة بالعالمين ولائقة بيوم السياحة العالمي. أنا عايزاكم تتخيلوا معايا المكان ده فترة الأربعينات والخمسينات كان عامل إزاي. الصحراء اتعمل فيها حرب عالمية، وطبعا الألمان اتهزموا فيها شر هزيمة، وازاي كانت مكان مليان بالالغام وكان منطقه خطر جدا وممنوع الاقتراب وتحذيرات شديده اللهجه انه خدوا بالكم البحر بالجمال ده. لا، كان كميه الالغام كبيره لمكان زي ما انتم شايفين كده. الاجانب بيستمتعوا بوقتهم، بيستمتعوا بالشمس، بيستمتعوا بالبحر التحفه اللي انتم شايفينه ورايا بالوانه واللي مش موجوده يمكن في بلاد كتير في العالم. ازاي اتحول لمكان سياحي نمرة 1 على مستوى مصر وعلى مستوى الشرق الاوسط. ازاي في استثمارات ضخمة جدا بتتعمل هنا من اوتيلات وزي ما قلت جامعات بتتعمل على مستوى عالي وفيها معاها زمالة من عدد من الدول الاجنبية المشهورة في التعليم في مجالات كتيرة. داخل فيها كمان سكشنز او ميجرز مختلفة وتناسب الاسواق دلوقتي سواء المصرية او في الشرق الاوسط. احتياجات السوق فعلا خلقت نوع مختلف من الجامعات ومن الكليات ومن الافكار. زي ما انتم شايفين كده سياحه برضو منتعشه رغم ان احنا في شهر 9. يعني متخيلين شهر 9 و10 الدنيا هتبقى قلت، لكن لا، سياحه موجوده وموجوده كمان بقوه. الناس اللي بتحتفل طول الوقت موجودين بالليل، الايفنتس اللي بتتعمل سواء بقى لسه في مطربين بيجوا وبيعملوا حفلاتهم هنا. زي ما قلنا في افكار كتير هتتعمل، لكن
من ضمن الحاجات اللي ممكن تروحوها في العالمين لو عايزين تعملوا كمان زيارات فكرة المقابر اللي موجودة هنا. مقابر الحقيقة معمولة من خلال مصممين أو معماريين ومصممين عالميين كانوا بينافسوا على أنهم يعملوا التصميمات دي، زي مقابر الكومنولث، زي مقابر المقابر الإيطالية، المقابر الألمانية. لا، معمولة على مستوى حلو جدا، وفي ناس لغاية دلوقتي بتسافر وبتيجي من آخر الدنيا عشان يشوفوا الشباب اللي راح في سن صغير في الحرب العالمية. فدي حاجة طبعا عظيمة. وأنا عايزة أقول لكم أنه من ضمن الحاجات اللي بيتكلموا فيها أنه هتبقى إن شاء الله يوم السياحة العالمي هيكون اللي هو يوم 27/9. بنتكلم عن السلام وأنه إزاي هيبقى العنوان الرئيسي السياحة والسلام. فإحنا هيبقى كمان الاحتفالات هنا بعد حرب عالمية تانية، وكمية وفيات رهيبة وكمية ناس اتقتلت في هذه الحرب ودفع ثمنها غالي، ولغاية دلوقتي بعض البلاد الأوروبية بتدفع ثمن الحرب العالمية اللي بقى لها أكتر من 70 سنة، لكن لسه بيدفع ثمنها لغاية دلوقتي. فإحنا عايزين نقول إن إحنا عايزين نعيش في سلام، عايزين نعيش من غير حروب، الناس تبقى بتحب بعض فعلا، تخدم بعضها، وحتى لو العلاقات قايمة على المصالح بس في الأساس هي العنوان الرئيسي هو السلام. السياحة العالمي لو اتكلمنا عن مصر والفرق ما بين أعداد السياحة اللي دخلت مصر في 23 وفي 24، لو اتكلمنا عن النص السنة الأول والمقارنة بنص السنة الأول في 23 هنلاقي إن احنا حققنا نجاحات. يعني احنا دخل في مصر أكتر من 7 مليون سائح، والسنة اللي فاتت مثلا كان 6 أو يعني 7 مليون 6، لا دلوقتي بقت يمكن 7 مليون 9، يعني في برضو زيادة، رقم كويس جدا جدا من أعداد السياحة. الجديد المرة دي ان دخلت اسواق جديدة يمكن احنا ما كناش متعودين عليها، بالذات اسيا، والحقيقة انه بقت مصر من ضمن الحاجات اللي بيقال انه فيها اعداد سياحة زادت، وتعتبر من اكتر الدول اللي حصل فيها طفرة في السياحة في خلال سنة 23 و24. يمكن 23 حصل فيها حكاية اللخبطة اللي حصلت في الشرق الاوسط والمشاكل الجيوسياسية زي ما بيطلقوا عليها، لكن السنة دي النص الاولاني من 2024 كان محقق زي ما قلنا نجاحات، ومتوقع كمان احنا بس على نهايه السنه هتبتدي الارقام الجديده تتقال انه النص الثاني من 2024 كمان هيكون حقق نجاحات كبيره، وكمان فاقت 2010 اللي دايما بنضرب بيها المثل، رغم طبعا فرق اعداد السكان، تعداد السكاني اللي في العالم كله، انواع السياحات مختلفه.
بيقال بقى ان بسبب يعني السياحه انتعشت في مصر بشكل كبير، والكلام ده خبراء عالميين هم اللي قالوا الكلام ده. اولا لان البنيه التحتيه لسه بيحصل فيها تطور وتنميه بشكل كبير جدا، وده مخلي البنيه التحتيه كمان بالذات فيما يخص السياحه قايمه بشكل كبير. زياده الاستثمارات قام على النقطه دي تحديدا، ان عدد كبير من الشركات ومن المستثمرين العالميين الكبار، الشركات الاسامي الرنانه عملت مشاريع كبيره في مصر. وعايزه اقول لكم ان واحد كمان من المستثمرين المصريين عامل مشروع ضخم جدا بيقدر تقريبا بتريليون جنيه مصري، يعني يمكن 21 مليون دولار، وده حاجه كويسه جدا. هتتعمل برضو في مشاريع تخص الساحل الشمالي وبجمال الساحل الشمالي على مساحات كبيره. هتتعمل مشروعات استثماريه ضخمه جدا، وبرضو بيتجهز لها بنيه تحتيه، غير راس الحكمه اللي برضو الامارات بالتعاون مع مصر مع الامارات برضو هتبقى مشروع ضخم وعظيم هيشتغل فيه يعني الاف العاملين في السياحه، سواء بقى بوظائف مباشره او غير مباشره. ودي برضو من الحاجات اللي بتتكلم عليها يمكن الامم المتحده وعدد كبير من المؤسسات المعنيه سواء بالسياحه او بالاقتصاد بيتكلموا عن المؤشرات دي. عايزه اقول انه كل مدينه في مصر، وده برضو من ضمن الاسباب اللي بيقال فيها ان السياحه انتعشت جدا في مصر، ان احنا عندنا تنوع في السياحه. يعني اللي بيجي شاطئي لا ممكن يعمل زياره للاقصر واسوان بالطياره، الناس اللي بتروح الغردقه ممكن تعمل يوم واحد الاقصر واسوان، ممكن تعمل يوم او يومين القاهره. فده بيخلي فيه تنوع، ان الناس مش بس جايه شاطئي لا كمان بتشوف اثار. فده مخلي فيه يعني انتعاشه كبيره جدا في السياحه المصريه، انه السائح مش بس بيبقى بيركز على نوع معين من السياحه، غير ان احنا بنفتح مجالات جديده انواع مختلفه من السياحه، زي السياحه العلاجيه وزي الاستشفائيه، سياحه التامل، السياحه الروحانيه. وبنتكلم عن رحله العائله المقدسه، لا عملت انجازات كبيره، وبنتمنى وبالذات رحله العائله المقدسه انها يعني زي ما بيقولوا كده تتقفل كمناطق زيارات سياحه روحانيه او دينيه، ويبقى الحاجات اللي ناقصه خلاص تكتمل علشان تكون يعني نحقق المتوقع من النوع ده من السياحه. لان مصر متوقعه ارقام كبيره جدا، ومش احنا اللي قلنا بس الكلام ده، كمان زي ما قلت مؤسسات كبيره بتقول ان هتيجي ارقام من مسار رحله العائله المقدسه او رحله او يعني رحله العائله المقدسه في مصر دي 5 نقاط مصر اهتمت بيها جدا، ويمكن من اهم الانجازات اللي كل يوم بيحصل فيها جديد، بيحصل فيها تطور. في لجان بتنزل بتشوف من العالم كله بتحضر الزياره دي، ودي زياره زي ما قلت مهمه ومنتظر منها ارقام كبيره جدا تيجي مصر ان شاء الله على هامش ده. Once it came to me, I could be everywhere. I drove my fist into the earth, reached her core, and grabbed hold tight. And all at once it came to me, I could be